استرسلت في الحديث ونسيت اني انا قاعدة في جولة. اعتقد ان مود اليوم لا يسمح اني نكمل لك. شوفوا يا علي، انا موجوعة منكم انت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليني أفضفض لكم شوية، مش حابة خجولات. تعرفوا كل المواقف اللي اتخذتها خديتها عن قناعة، مش نادمة على أي موقف اتخذتها عن قناعة، لا بإيعاز من حد ولا علشان فرد. كان همي كله هو بلادي ومصلحة بلادي، ولا كان عندي مصلحة ولا كان عندي أي هدف غير أن بلادي ترجع قوية واقفة على قرعها. ما كنتش حتى نخطط شنو بيصير فيا بكرة ولا شنو مستقبلي بيكون ولا شنو بنشتغل بعدين. كنت مسخرة حياتي ليل نهار، عيني ما أغمض لها الجفن. كل ما نقرأ أو كل ما نعرف إن في حد انتهت حياته ظلم وغدر ولا قيدت حريته، كنت نعيط ورا كل مظلوم لعند ما ظلمت نفسي. وتهجرت من بلادي غصبا عني، وطلعت منها وانا خاطري مكسور. كنت ممنية نفسي ان العودة اكيد بكرة، بعد بكرة، الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة الجاية. قبل ما يطلع موضوع أهلي يكتشفوني يعرفوني يحاولوا يتواصلوا معي ويجوني، تصوروا ان حتى اني ندور على أهلي ما كانش من اولوياتي. يعني عمري دورت على أهلي حقيقيين اساسا. كنت راضية مكتفية بأهلي اللي ربوني، وكنت حزينة على فراقهم وانكسرت على فراقهم، واكتئبت سنوات على أمي وباتي اللي ربوني. ما طلعتش من الاكتئاب هذا إلا في بداية فبراير. شقيت بهم أكبر هو بلادي. لعندما تآكلني المرض من الداخل، ما يمرش أسبوع إلا وأنا في مستشفى نشتغل، ناخذ مرتب نحطه على المستشفيات والدكاترة. على أمل أن بلادي يصير منها. إني تخشيت في دوامة اكتئاب ما عادش عرفت كيف نطلع منها. وصلت لمرحلة مش عارفة نفتح باب شقتي ونطلع، مش عارفة. فلما جاء موضوع علي ونبلغوني بعد 44 سنة، كان الموضوع أكبر من احتمالي أنا كإنسانة، لأن جاء في وقت أنا من داخلي متحطمة بصراحة، هشة من الداخل، كلي متجرحة.
طالعة من معارك ضخمة منتصرة، لكن كل جروح، كل كسور. كنت نحاول إني نستعيد نفسي. أول خطوة اتخذتها إني نقطع علاقتي بالسياسة وأطلقها بالثلاثة، عشان نقدر نعيش، عشان نقدر نتنفس، عشان نقدر نفكر، عشان نقدر نخطط للمستقبل. ما عادش في عندي وقت. يعني كيف نوصل للعمر هذا كله مش عارفة ننتزع شهادتي، ومش عارفة يكون عندي بيت وعندي مصدر دخل كيف الناس والعالم. فنيت عمري وحياتي على بلادي، حتى مسقط رأسي وين ما في بيتي اللي تربيت فيه عمري كله انهد. موضوع علي ما مرش علي بالسهل. أنا لم أتجاوز هذا الموضوع لليوم. حاولت أتماسك قدام علي فترة إقامتهم هنا معايا في مصر، حاولت أنبان القوية قدامها وفرحان